السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه الاخبار؟ طيب تعالوا بقى علشان اللايف ده مهم قوي وهنقول فيه حاجه مهمه جدا. مكملين طبعا زي ما وعدتكم في ترشيحات المغتربين، ومركزين بس على الكتله المغتربين اللي في الخليج، لان دول اكبر عدد من المصريين بره. ال 12 مليون مصري يتركز منهم 70% في الخليج، اوروبا وامريكا اقل. تمام. هقول لك دلوقتي على حاجه حلوه جدا وترشيح محترم وممتاز، وده لازم في لايف، مش هينفع نشرحه في بوست. في عربيه هنا في مصر دلوقتي وصلت 750 الف جنيه، ما تستحقش طبعا الثمن ده خالص، وكلام فارغ طبعا وتضييع وقت يعني. وانت مش هتشتريها ولا هتعرف تشتريها، حتى لما كانت ب 680 برضه لم تكن تستحق، وانت برضه ما اشتريتهاش ومعاك حق. تمام. العربيه دي يا سيدي الفاضل لو انت في الكويت تقدر تجيبها دفع رباعي، دفع رباعي اللي مش موجوده هنا في مصر، بباكج وكماليات افضل. تمام. وشاشه افضل من اللي بتنزل عندنا كمان، وبسعر 300 حاجه و40 الف جنيه يعني. تمام. فتقدر تجيب العربيه دي بسعر اقل من مصر النصف، وكمان هتاخد لو انت مغترب هتاخد خصم 10% لانها موديل 2021. طيب تعالى افرجك وهسيب لك اللينك تحت، وهنضرب كمان في اعلى سعر للدينار الكويتي. تمام. تعالى يا سيدي الفاضل، ادي ايه؟ سوزوكي فيتارا دفع رباعي فول كامل، هم بيكتبوا كده في الكويت في الاعلانات. العربيه ماشيه 30 الف كيلو، والثمن من كتابه صاحبها قبل الفصال، هم حتى كاتبين دردش او ادخل فاصل يعني، 4550 دينار. العربيه هنا اللي بيديها لك دفع امامي. تمام. فقد افضل ميزه فيها الفيتارا، لان نظام الدفع الرباعي في الفيتارا على فكره واحد من احسن انظمه الدفع الرباعي في العالم، من احسن 4 انظمه للدفع الرباعي في العالم، اللي هو الاول جريب. تمام. اهي في الكويت بنفس النظام موجوده ب 4550 دينار. تمام. طيب العربيه موجوده هنا، قطع غيارها موجوده هنا، مميزه كمان انها فيها الدفع الرباعي زي النسخه اللي كانت معايا في 2016. يعني كان معايا نسخه دفع رباعي زمان، كانت واحده من العربيات اللي عندي في البيت يعني، وعارف ان الدفع الرباعي طبعا يفرق، وكان اداء العربيه وثباتها وتماسكها افضل، وكمان في الطرق الوعره عربيه اوف رود بامتياز يعني. عربيه اعتماديه، عربيه 1600، موتور تنفس طبيعي محترم، تكييف ثلاجه، فتيس 6 سرعات اعتمادي ياباني. بسعر كام بقى؟ تعال نضرب الدينار في اعلى سعر ليه ب 75 جنيه. تمام. العربيه هتقف عليك ب 345 الف جنيه قبل ما تفاصل. تمام. هتوصل هنا مصر سيخصم منها، لانها موديل 2021 وماشيه 30 الف كيلو، سيخصم منها عن السنه اللي فاتت 10%. يعني حضرتك هتدفع لها كام رسوم الوديعه اللي هتستردها بعد 5 سنين؟ هتدفع لها 55% فقط. تمام. وهتسترد الفلوس دي. يبقى انت خدت عربيه دفع رباعي اعتماديه يابانيه، استعمال نظيف ومحترم زي ما صاحبها كاتب، والعربيه ما فيهاش خدش حتى صاحبها كاتب كده، وكمان خدتها ب 345 الف جنيه بدلا من 750 الف جنيه النسخه الاقل الدفع الثنائي. تمام. حلو الترشيح ده، ممتاز. ولازم تبقى عارف ان حتى الاسعار لو في مصر للاسف بقالها سنه انت مش عارف تشتري، قرار المغتربين قرار جيد وسيتيح فرص جيده، وعايز كل مغترب في بره يقتنص الفرصه دي. شكرا، وكان معاكم محمود خالد.